السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة شرح مخططات السيستم أناليسيس دايجرام. طيب شرحنا قبل كده اليوز كيسز والداتا فلو دايجرام وعملنا بعدها الكونتكست، عرفنا إن الكونتكست كان ليفل 0 والداتا فلو هو ليفل 1، وعرفنا الفرق بين الليفلز وعرفنا إمتى نقول ليفل 1 وإمتى نقول ليفل 2 وهكذا. طيب النهاردة إن شاء الله هنشتغل على الفلو شارت. لو ما عملتش لايك وسبسكرايب اعمل وتعالى ندخل في الفيديو على طول ونبدأ بسم الله. معانا أول حاجة التلات أشكال دول في الفلو شارت، دول بنمشي عليهم في الفلو شارت الكاملة من أولها لآخرها. عندي الشكل البيضاوي ده معناه البداية والنهاية، بداية النظام بتاعي ونهاية النظام بتاعي، بستخدمه لما أكون عايز أعمل إيه؟ بداية ونهاية. طيب الشكل اللي هو المستطيل ده عبارة عن بروسيس بتتم عندي في النظام حاليا. طيب كلام جميل. الشكل ده عبارة عن إيه؟ زي تشيك كونديشن، إن نجح بروح في حتة وإن فشل بروح في حتة تانية. تمام. طيب الفلو شارت دي هنشتغل بناء على ايه؟ بناء على خطوات اليوزر. انا عندي كام خطوه؟ لو نفتكر كان عندي خطوتين، عندي تراك لليوزر وكان عندي تراك للادمن. تراك اليوزر هنعمله مع بعض سوا، تراك الادمن حضرتك هتعمله، يعني اعتبره كتاسك تدريب ليك كده كده. تراك الادمن اقل واقصر من تراك اليوزر. تمام تمام. نبدا بسم الله. ممكن ناخدها كوبي يعني عشان ممكن نحتاجها تاني، فاجي هنا اقول له ايه البداية. هنشتغل عربي. تمام. ادي البداية. طيب احنا قلنا معانا ايه بعد كده؟ بيبقى معانا بروسيس. اول بروسيس هتبقى عندي في اي نظام طبيعي، اي نظام. حضرتك لما تيجي تدخل على ويب سايت، بتدخل على ابلكيشن، اول حاجة بتعملها ايه؟ مش بتسجل دخول، بيدخلك على شاشة اللوجن، صح؟ هو دلوقتي ما يعرفش اصلا انت هل انت موجود على السيستم بتاعه ولا لا، ما يعرفش حاجة. هيعرف امتى؟ هيعرف لما تخش على اللوجن. تمام تمام. ساعات لما تدخل اللوجن هياخد منك البيانات بتاعتك، الايميل بتاعك والباسورد بتاعك، ويبدا يعمل تشيك. لو لقاك في السيستم هيدخلك على النظام، ما لقاكش في السيستم يقول لك يا باشا انت مش موجود عندي، استاذنك تعمل حساب جديد، تكريت حساب. طيب اول بروسيس معانا الا وهي تسجيل الدخول. اعمل لايك وتعالى، واعمل اشتراك في القناه برضو تعالى. ادي اول حاجه. كلام جميل، عملنا البروسيس. طيب انا يا عم الحاج عملت ايه هنا؟ تسجيل دخول. لقيت الحساب بتاعي، لقيت ان انا ايه عندي حساب في الشركه ديت ولا في السيستم ده. بعمل ايه بعد كده؟ خلاص عندك حساب، بتدخل بقى على ايه النظام. طب النظام بيكون معروض فيه ايه؟ هنعرف دلوقتي. ولكن الاول خلينا نفترض ان ما طلعش عندي. تمام، يعني انا ما عنديش نظام. هروح فين؟ هروح على ايه؟ الريجستر. يبقى انا هنا عندي كونديشن، في حالة بروح في حتة وفي حالة إيه نو بروح في حتة تانية. طيب يبقى نجيب إيه؟ يبقى نجيب الشكل الجميل بتاعنا ده. أنت متأكد إنك عملت لايك؟ أصل الفيديو مش شغال كويس معايا. ماشي. فهنجيب السهم ده وهنجيب السهم ده نربطه هنا إيه بالشكل ده. هنا هعمل كونديشن، فهقول هل التسجيل أو التحقق، خلينا في كلمة التحقق دي أحسن، تحقق نجح؟ ده سؤال. في حالة ديس هنقول مثلا نجح، حرف الواي أهو. طب في حالة النو، نو دي يبقى هو إيه؟ مش موجود عندي. روح اعمل تسجيل دخول. يعني ناخد سهم من هنا كده. طيب ونحط هنا ايه حرف ال N اللي هو مش موجود معانا. ممكن بس نخلي الواي دي كابيتال. ممكن هنا خلاص يبقى. طيب كلام جميل زي الفل. طب احنا قلنا في حالة النو ان هو خلاص التحقق ما نجحش، يبقى الراجل ده مش موجود عندي. بروح فين؟ بروح على انشاء الحساب، صفحة انشاء الحساب. بننشئ حساب. طب الراجل انشأ حساب، بيروح فين بعد كده؟ والله بنحركه بنوديه على تسجيل الدخول عشان يبدأ يسجل دخول بقى ايه ويدخل على النظام بتاعي. وساعتها ساعة ما يسجل دخول هيبقى طبعا التحقق نجح لان هو اصبح موجود عندي على السيستم، فيخش عندي هنا ايه على السيستم بتاعي. طب احنا عندنا ايه في السيستم يا ريس؟ اقول لك حاضر. كده كده كله تمام. نروح نبص على الداتا فلو. انت عندك المستخدم والله بيعمل حساب بيسجل دخول. عندك ايه بقى؟ بص عندك
دي بروسيس اهي، بحث عن كتاب، في طلب كتاب، في عرض حالة كتاب. ولكن خلونا نشوف اللي بيتعرض لليوزر الاول او البروسيس الاول ايه، اللي ما فيهاش كونديشنز. تمام. عندي عرض كتاب، دي حاجه بتتعرض لليوزر. وعندي هنا عرض حاله، دي برضو بتتعرض لليوزر. عندي ايه تاني؟ عندي عرض طلب كتاب. عندي في البدايه بحث عن الكتاب، يا اما هسمح له انه يبحث، يا اما هعرض له حاله، يا اما هعمل له عرض كتب. تمام. تمام، انا بفكر معاك، وانت نفس الكلام، انت لما تيجي تشتغل لوحدك هتسال نفسك الاسئله دي برضه. تمام. فهنعمل اول حاجه عندنا عرض. ممكن بس ايه نكبر من الدنيا دي شويه، هنظبط احنا الكلام ده دلوقتي، متشغلوش بالكم. عندنا عرض كتاب اهو. تمام. طبعا يعني ماشي، هو البرنامج نفسه مش احسن حاجه. عندي هنا عرض الكتب او عرض الكتاب مثلا، هنا عرض الكتب كتوتال احسن. طيب، بعد كده عندي مثلا آه، تقريبا نظبطها بس في النص. عندي كده البحث عن كتاب. طيب كلام جميل. هنعمل ايه هنا بقى؟ ممكن ناخد نفس السهم نحطه هنا كده. طيب كلام جميل وزي الفل. عندي ايه تاني؟ احنا عرضنا له الكتب وخليناه يبحث عن كتاب. ممكن نشوف من هنا ايه ينفع يتحط اولي قبل البروسيس بتاعت الطلب. الطلب دي مش دلوقتي. تمام. طيب، عملنا طلب، لا لسه طلب. عملنا هنا عرض الكتاب وبحث عن الكتاب. طب هنضيفها معانا تحديث بيانات المستخدم. هنسيبها ممكن برضو ايه، نرجع لها بس شوية كده مش دلوقتي. يبقى هناخد برضو سهم من هنا نروح موصلينه هنا. طيب نخلي بس ايه في في فوق كده. طيب هنا طبعا كل دوت في حالة الايه، في حالة البيس. هنمسح بس الحرف ده من هنا وهنضيفه هنا. في حالة البيس افتح لي السيرفيسز دي كلها. طيب اصبح عندي اليوزر هنا تحديث. اصبح عندي هنا بعد ما اليوزر دخل على النظام لقى نفسه قدام ثلاث حاجات. لقى نفسه قدام ان هو ممكن يعمل سيرش عن كتاب. ممكن، لا ارجع تاني حقك عليا. ممكن يشوف الكتب الموجودة عندي ايه وقتها. ممكن يحدث بياناته. طيب في البروسيس دول هتيجي في حتة والبروسيس ده توديني في حتة تانية. كلام جميل، كلام جميل. طيب انا عرضت له الكتب وعملت له البحث عن كتاب. بعد كده الطبيعي ايه؟ الطبيعي انه يبدأ ايه، يعمل طلب بقى. خلاص يعني هو عايز يطلب الكتاب بتاعه، صح؟ طيب يبقى هنجيب واحدة من دي نحطها هنا كده، واقول له هنا ايه عرض، واقول نفس الكلام هدي هنا. تعالى هنا. تمام، ونطلع بدي فوق. كلام جميل. ممكن نجيبها كده شوية يبقى شكلها ألطف بس مش أكتر. يعني إلى حد ما كده أحسن. وأجي هنا أقول له إيه، طلب كتاب. طيب الراجل ده بيطلب كتاب حاليا. هل في مثلا حاجة ممكن ما تنجحش النظام بتاعي عرض حالة الطلب؟ المفروض هنا إنه طالما طلب كتاب يبقى عندي حالة طلب. طالما عندي حالة الطلب هنا، عرض حالة الطلب، وبعد كده أدخله على عرض حالة الطلب. بس إيه نكسر المسافات شوية. عرض حالة الطلب. ممكن أعمل كونديشن هنا عادي، يعني على حسب برضو إيه السيستم بتاعي. يعني ممكن هنفرض مثلا إن أنا حاطط كونديشنز على حتة تسجيل البيانات. تمام. هنعمل الكونديشن هنا في حتة في المنطقة دي كده. ممكن بس نظبطها في النص كده، نحاول نجيبها في النص ونعمل هنا إيه. تعالى كده.
يعني كده بقت ألطف شوية. فممكن هنا إيه طلب كتاب، وممكن نقول هنا إيه البيان. مثلا ممكن نكتب هنا كلمة معبرة عن البروسيس، فنقول مثلا اللي بيحصل هل مثلا البيانات صحيحة. زي مثلا ممكن يدخل اسمه، يدخل مثلا رقم موبايله بتاع. طيب برضه إيه محتاج أتأكد إن البيانات دي صح. طيب لو البيانات صحيحة خليه إيه يطلب كتاب أو تسجيل بيانات الكتاب. خلاص هو سجل بيانات، تمام. تسجيل البيانات أو تسجيل بيانات خلينا مثلا إيه نوضحها أكتر. تسجيل بيانات طلب، تعمل بالك يا حبيبي. بتسجيل بيانات العميل مثلا، أو تسجيل الطلب وخلاص. أعتقد دي بقت إيه أشيك. طيب كلام جميل. خلاص سجلنا الطلب وعملنا هنا على تحديد بيانات المستخدم، ساعتها بقى يقدر إيه يخرج من النظام. طيب إحنا كده ماشيين صح. طيب نجيب بس سهم من هنا نوصل هنا، دي في حالة الإيه؟ في حالة الإيس. طيب في حالة إنه والله هرجعه يسجل من الأول تاني، يدخل بيانات تاني من الأول. نقدر بس الدنيا دي كده. أعتقد كده بقت منطقية. تمام. يبقى أنا عندي إيه هي خطوات اليوزر عندي؟ بس كده. عندي الراجل إن السيستم بتاعي بيبدأ، الراجل بيعمل تسجيل دخول. لو ليه داتا عندي بدخله على الخدمات دي، لو ملوش بخليه كاريت أكونت جديد، وساعتها بيبدأ إيه يسجل دخول عشان إيه يدخل على السيستم. طبعا هو كاريت أكونت جديد فخلاص يعني لما يجي يعمل تحقق، التحقق هينجح، فطبيعي إيه يدخل على السيستم بتاعي. الراجل دخل على السيستم اللي قدام منه إن هو ممكن يتفرج على الكتب، بحث عن كتاب، ممكن يعمل تحديث لبيانات ايه البيانات بتاعته، تحديث بياناته الشخصيه. هنفرض يعني اشتغلنا على جزء الكتب، عرضنا له الكتب وعملنا له حته البحث عن كتاب، الراجل خلاص استقر على كتاب. الاثنين بيودوا على نفس المكان اللي هو ايه يقدر من خلالهم يطلب كتاب. كلام جميل وزي الفل. طيب انا بعمل اوردر بسجل بيانات صح، ده طبيعي جدا. ممكن تسجل اللوكيشن بتاعك، عنوان الكتاب هيجي لك عليه، رقم موبايلك، اسمك بالكامل. ممكن اخد منك مثلا طريقه الدفع. تمام، دي بيانات محتاج اتاكد هي صح ولا لا قبل ايه ما يعني ما يبقى في كونفيرم عندي على الداتا دي. صح. طيب هنفرض ان الكونفيرم حصل وكل حاجه ايه بقت زي الفل، فبعمل ايه بسجل الاوردر عندي. طب ما انا في مشكله في الداتا، ما حصلش يا عم ايه يعني الداتا ما جاتش كلها صحيحه، فبعمل ايه برجعه يعمل طلب كتاب تاني. الدنيا بسيطه وسهله وجميله. طيب بعد تسجيل الطلب، خلاص انا سجلت الطلب بتاعي ما بقتش عايز اي حاجه من السيستم. انا محتاج حاجه تاني من السيستم؟ لا. طب ممكن نتشيك برضو من الايه من الداتا فلو دايجرام. عرض حاله الطلب، ممكن برضو اعرض حاله الطلب. نروح جاي واخدين سهل، لا ناخد الاول البروسيس بتاعتنا. عرض حاله طلب. طيب كلام جميل وزي الفل. لحد هنا كل حاجة ماشية مية مية، وكل حاجة اللوجيك فيها تمام، مفيهاش أي مشكلة. عملنا عرض حاجة. طب نبص برضو هنا تاني على الداتا فلو. الداتا فلو هي يعتبر أهم مرجع ليك. تمام. عرض حالة الطلب ممكن تشتغل من كونتكست برضه عادي، ممكن تبص فيها وتاخد منها، بس أنا يعني بفضل الداتا فلو لأنها إيه يعني معقدة شوية بس واضحة عن الكونتكست. طيب. تحديث بيانات المستخدم موجودة لسه هنعملها. عرض حالة الطلب عملناه. تمام. طلب كتاب مش عارف ايه. كلام جميل زي الفل. كده إن السيستم بتاعي خلص. اقدر هنا بقى اروح جايب دول. لا ارجع تاني كده. ممكن نجيب دي هنا على طول، نروح قافلين النظام بتاعنا. هنا بقى اقدر اقفل النظام. خلاص بقى السيستم اليوزر خلص رحلته معايا في السيستم بتاعي،
دخل شاف كل حاجة أنا موجودة عندي في السيستم، عمل اللي عمله خلاص بقى يقدر يخرج من هنا عادي. طيب آدي النهاية بتاعة السيستم بتاعي. طيب طب بالنسبة لتحديث بيانات المستخدم، يعني المربع ده كده الجميل ده، هل هيبقى عليه أي حاجة؟ لأ، أنا كده جوّه الصفحة أو جوّه الإعدادات دي باسمح له يحدّث حاجات معيّنة، ما باخلّوش يحدّث الإيميل اللي سجّل بيه، ما باخلّوش يحدّث الباسورد أو ممكن الباسورد عادي، لكن ما باخلّوش مثلًا يحدّث بيانات حساسة أنا كنظام محتاجها، فبيحدّث حاجات عادية جدًا، بعد ما بيحدّثها بيفضل قاعد في السيستم عندي، يقدر ساعتها يخرج من السيستم، يقدر يخرج من السيستم، يبقى أنا باعمل كده. عندي السهم ده هو كمان باروح عامل كده، بس كده. الموضوع سهل وبسيط وما فيش أي صعوبة إن شاء الله، كل حاجة واضحة، وعرفنا إن الflow chart هو إيه خطوات الuser جوّه السيستم بتاعك، مثلًا لو في حاجة فيها data مثلًا بُص أي conditions عندك وجودها معناه إن الراجل ده دخّل بيانات، هل الراجل دخّل بيانات؟ آه. طب أنا ما عنديش هنا process، هل الراجل ده بيدخّل بيانات؟ لأ، ما عنديش لسه ما فيش. بيانات بيحصل عليها condition، بيحصل عليها تحكُّم. طب ممكن واحد يقول لي طب ما أنت عند البحث عند الكتاب الراجل ده ما هو بيدخّل كلام، بيدخّل text اسم الكتاب بتاعي. أيوه كلام جميل، هو بيدخّل اسم الكتاب، بس أنا لو الكتاب موجود عندي ما هو هييجي له، مش موجود مش هييجي له. هل هيوقّف حاجة في السيستم؟ هل مثلًا لو الكتاب ما جاش هانقله من صفحة لصفحة؟ لأ، يبقى أنا باحط condition أو شرط لمّا هاكون هانقله مثلًا، يعني لو التحقق ده فشل هيحصل action معيّن، هاوديه في حتة تانية، هاطلّعه على صفحة معيّنة، هاطلع له مثلًا يعني هاعمل له أي حاجة فاهم، المهم إن حاجة كبيرة. طب في حتة البحث عن كتاب دي مش حاجة كبيرة، دي مش ما فيهاش انتقالات، ما فيهاش actions معايا، هو الكتاب موجود هيظهر له في الsearch، مش موجود خلاص مش هيظهر، بس كده. ولا هاوديه في صفحة تانية، ولا هاقول له سجّل دخول، ولا هاطلب منه أي حاجة تانية. طيب كده الفيديو بتاعنا هيكون خلص، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، يا رب تكونوا استفدتم، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.